مفكرين كلاب الاجري هن عم يدنسوا جامع عمر بن الخطاب انه السوريين عايزين انه يردوا عليهم او عايزين يسحبوهم من شواربهم، ما راح يحلقوا لهم اياها لجماعه الاجري، لا يسحبوهم منا سحب ويمسحوا الارض فيهم. ما مفكرينهم عايزين، ما عايزين، ولكن الدولة الشعب السوري كلياتهم بايع القيادة، وعلى إشارة من القيادة حتشوفوا شيء ما بيعجبكم نهائيا. وحتى إذا تدخل الكيان الصهيوني وحتى إذا تدخل الأكبر منه ما راح يحميكم المرة الجاية. وتصوروا وكتروا واعملوا وكتروا، كله عم يسجل بالصوت والصورة، وبإذن الله بيجي وقت الحساب. مثل ما كلاب بشار الأسد عليوا وطاروا وساووا وعملوا وأجرموا وأنتم عم تمشوا على خطاهم، ما نفذوا. شفتوهم كيف مكبرين من الكلب الخنزير وسيم الأسد وأنت نازل. ما راح أقول لك وأنت طالع من الكلب حسون وانت نازل، من الكلب الثاني وانت نازل. باذن الله مصيركم لمصيرهم، باذن الله ما في شيء حيشفع لكم نهائيا. اعملوا كتروا، ونحن باذن الله حيكون العدل على رقابكم كلياتكم باذن الله يا اوباش. فاكرين حالكم دنستوا الحجاره، ما طالع بايدكم شيء. انتم عباره عن كائنات قذره، كائنات طائفيه، كائنات حقوده. بس هلا الكيوت ما راح يشوفوكم نهائيا وحيطلعوا هيك طالما مسجد للاكثريه مثل بعضها. بس لو مقام للاقليه او مقام لشيء كنت لاجل عبوا السوشيال ميديا وعبونا وعم بيبكوا على كم آلة موسيقيه كسروا، بيبكوا على كم تمثال الجحش ما نفس يشوفون، بيعملوا قصه عليهم، هذا فن. ولكن دور عباده للاكثريه مثل بعضها، في منها كثير، في مساجد كثير. ما بدي احكي اكثر من هيك وخلكم منفعل اكثر من هيك. الله يمر على خير ويهدي الامور يا رب، ويهدي البال باسرع وقت. هيجي اسرع وقت ولا لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات.